بعض انواع المحتوى اللي بدأ يعرض علينا او كده في السوشيال ميديا او غيره كان في الاول بيبقى مرفوض جدا والناس بتبعد عنه والناس بتعمل له بلوكات والناس ما بتتفرجش عليه وهكذا. من امثلته مثلا انواع الكونتنت اللي بيبقى فيه تعري شويه من انواع ديت بتبقى موجوده قوي على انستجرام مثلا او على تيك توك في اوله كده لو انت مش مظبط الالجوريزم بتاع تيك توك، فالموضوع بالاول بالنسبه لك بيبقى مرفوض بشكل كبير. بعد كده من كثره عرض هذا النوع من المحتوى وان الفيديوهات دي بتجو فايرال بشكل كبير والناس بتعمل عليها لايكس بشكل غبي، يعني الحاجات دي بتطلع كده ايه قدامك على طول، تلاقيها بتتعرض قدامك كتير، مخك واحده واحده بيبدا يتقبل الفكره، نفس اللي انا قلت لك عليه اللي هي الافكار السيئه بتبدا تبقى متقبله. هو موجود وكل حاجه ولكن انا بعيد، انا ما بعملش لايكس، انا ما بشاركش، انا ما بعملش حاجه، ما بعملش فولو ولا اي حاجه، بس هو معروض كده وخلاص. واحده واحده بتبدا تتفرج، تبدا تشوف، والالجوريزمز بتفهم الموضوع ده، ولما تلاقيك بتقف شويه هنا بتبدا ترشحها لك اكتر وتبدا تعرضها لك اكتر، تبدا الفكره بالنسبه لك تتحول من فكره القبول لفكره الاستصاغه، اللي هو خلاص انا عايز اشوف بقى، وفيديو احسن من الفيديو، فيديو اعلى منه في الكواليتي، وواحده احسن من واحده وهكذا. يعني كل الاشكال والانواع بيتعرضوا قدامك، الموضوع بسيط وسهل وببلاش، ده على النت يعني مش محتاج منك اي تكلفه خالص. بعد كده الكونتنت ده بيبقى هو كونتنت الاستمتاع، خلاص انت تستمتع بحاجه زي دي اللي ممكن يؤدي بيك الافلام السيئه زي ما احنا عارفين. الكونتنت اللي انت بتدخله دماغك، الافكار انت بتدخلها دماغك ممكن تكون في بدايتها افكار مرفوضه سيئه، ومع التكرار زي ما بيقولوا كده ايه، من كتر الزن على الودان، يعني الزن امر من السحر، كتر التكرار والعرض قدامك بتتحول الفكره من مرفوضه لفكره مستمتع بيها. وهي دي المشكله الكبيره. بيخلينا نفرض السؤال التاني، وهو انت بتغذي عقلك بايه؟ عايش بس مش احنا عجبنا على السؤال ده في اول الفيديو اللي هو احنا بنغذي